ازيكم عاملين ايه؟ هكلمكم النهارده عن جملة مهمة قوي. سألها لي واحد عن شغله. قال لي يا دكتورة أنا مش عارف أعمل إيه في الشغل، مش عارف أتعامل إزاي. بتعامل بطبيعتي، بتعامل بطريقة فريندلي جدا، ومع ذلك بتفهم غلط. مش سكيور في شغلي، ما عنديش أمان في الشغل إن هم هيقعدوني هيمشوني. فقلت له أنت بتلعب أنهي دور في الشغل؟ دور مين؟ فقال لي يعني ايه دور مين؟ قلت له ما هو انت عندك في الشغل 3 ادوار ما لهمش رابع. اول دور دور العصفوره، ده وظيفته يوصل اخبار. اي حد في اي شغل محتاج عصفوره عبر الازمان الى ان يقوم الساعه. فانت لو عصفوره مش مهم بقى انت بتشتغل ايه، بتيجي الساعه كام، بتروح فين، بتيجي منين، المهم ان انت عندك اخبار كل الناس واخبارك بتطلع بجد مش تأليف. تاني دور ان انت مخلصاتي، انت رجل الاوقات الصعبه، انت صاحب المقوله الشهيره رقبتي. اللي هو اكلمك في اي وقت. انت ما عندكش حاجه اسمها لا اجازه ولا مش اجازه، ولا لا لا لا، انت ممكن ما تجيش خالص الشغل على فكره، يعني ممكن في الايام العاديه انت مش موجود، لكن جالي تليفون عايز اخد رايك في مشوار مهم جدا، في مقابله عظيمه، في مشكله كبيره جدا وحامل همها وخايف منها، تحلها لي كده. ايه بقى استثمارك في نفسك؟ انت علاقاتك، مهاراتك، كونفليكت مانجمنت، شوية همبكة كده علشان تعرف تاكل أي حد، بتعرف مفتاح الناس، بتستخدم لغات الحب. يعني أنت راجل اتش ار ممشي على الأرض. ما بيعرفش يعملوها الاتش ار نفسه. ادي الحاجة التانية. طيب والحاجة التالتة الشاطر بقى، اللي هو مفروض كلنا نختار النوع ده، اللي هو الاد فاليو، اللي هو انت شخص بتضيف للشغل والشغل قايم على كتافك زي ما بيقولوا. طيب ما انا شاطر يا دكتوره بس عندي مشاكل. طيب لان حضرتك لما تكون شاطر مفيش حاجه بقى تشيل. ما هو العصفوره ده احترام الناس رايح، المخلصاتي ده الناس بتشوفه انه هو يعني درجه 20، خلاص بتشوفه انه هو اونطجي من الاخر. طيب والشاطر بقى، الشاطر عنده مهام لازم يقوم بيها، بس عنده حاجات ممكن تخليه محبب، وممكن حاجات تخليه بلاها شطارته، بلاها سوسو على رأي فؤاد المهندس الله يرحمه. ايه بقى الحكاية؟ 3 حاجات في الشاطر لازم تكونوا في حضرتك علشان الدنيا تمشي معاك كويس. نمرة 1، مفيش صحاب. مفيش صحاب في الشغل يا جماعة. الشغل فيه منافسة، والمنافسة صعب يكون معاها جدا الحميمية والصداقة. في زمالة، في معرفة، في تجمع، في سوسايتي، واخد بالك ازاي؟ يعني مجموعة كده عارفين أولنا من آخرنا فيها، لكن صحاب لا. يبقى أنت ما يبقاش ليك صحاب، ما تبقاش في شلة حد على شلة حد. يعني المكان ده فيه مثلا سلطتين ولا 3، فأنت تبقى مع فلان على فلان، إياك إياك إياك. أو تحاول تستنصح فتبقى مع كل واحد فيهم شوية، انسى برضه. انت وانت شاطر، شطارتك اللي هتفيدك. طيب تاني حاجة، ان انت ما تبقاش كومبلينر، ما تبقاش مشكلجي، ما تبقاش شكاي، ما تبقاش كل شوية فلان عمل وفلان قال لي وفلان ما بيحبني وفلان ما بيحبنيش وتدي بقى العصفورة كمية أخبار تعيش بيها. لا، ما تشتكيش. عايز تشتكي اشتكي في البيت، اشتكي في النادي مع أصحابك، لكن تشتكي في الشغل لا. تتكلم بأريحية لا. اللي على قلبك على لسانك لا. كويس. الحاجة الثالثة بقى الطريقة. في مثل في الإنجليزي بيقول لك attitude is everything. الطريقة اللي بتعرض بيها شغلك وبتبين بيها شغلك، الطريقة اللي انت تبقى بتاخد بيها حقك، الطريقة اللي بتختلف بيها، الطريقة اللي بتبدأ تتعامل فيها مع التنافس ومع المقالب ومع الأفورة ومع. لازم الطريقة دي تبقى مدروسة وتبقى صحيحة جدا، وما تبقاش هلهلي كده. احنا مش قاعدين مع اخواتنا ولا قاعدين في البتاع ده في العزبه، لا.
احنا قاعدين في شغل، يعني معنى كده ان البني ادم لازم يكون عارف ان كل كلمة بيقولها ليها عواقب. هو حاسبها وفكر فيها ولا كلمتين واتقالوا؟ يبقى ما يبقاش مفيش صحاب، مفيش شكاوي، اتيتيودي وطريقتي وتقربي وتعاملي في الاحترام وفي الحسم وفي القليل منه. طيب هنا بقى في الشاطر كمان في حاجة مهمة جدا. هو أنا إزاي هبقى شاطر؟ الشاطر ده يا جماعة يا إما واحد ربنا صرف له كده، زي مثلا أحمد زكي في التمثيل ربنا صرف له، لكن في ممثل تاني ممكن ما يبقاش ربنا صرف له موهبة أحمد زكي، بس اشتغل على نفسه وقرب قوي من المكانة اللي وصل لها أحمد زكي. يبقى دي اسمها بشتغل على نفسي، أو ربنا مديني الشغف والموهبة اللي بتخليني بسلك ما شاء الله. طيب هنا بقى مين هيعلمني ابقى شاطر؟ لا حضرتك، ما حدش بيعلم حد. المنتورنج يا جماعة ان تلاقي حد بيعلم الناس كده لوجه الله وبيبقى متمتع بذلك، هذا رزقة مش موجودة كتير ومش هي القاعدة، وما تخشش الشغل على ان هي وظيفتهم. لا، المنتورنج تقريبا بفلوس في كل حتة في الدنيا، اللي هو اللي بيعلمك المعلم ده. طيب انا بعمل ايه؟ بشتغل على نفسي، بحط نفسي في تجارب كتير، بشوف ايه المهارات اللي ممكن تتطورني، بتعلم من الصغير ومن الكبير ومن الخايب ومن الشاطر ومن اللي بيعرف ومن اللي ما بيعرفش، وبتمرمط في الشغل عشان ابقى فاهم وعشان ابقى شاطر. يبقى ده الطريقة اللي انت بتتعامل بيها في الشغل. نتكلم ان شاء الله في فيديوهات تانية عن الشغل كتير طلبت مني، لكن دي اول حاجة مهمة قوي، الدور اللي هلعبه في الشغل. اختار واحدة من الثلاث ادوار، وان شاء الله لو اخترت الشاطر يبقى انا في الشاطر اخد بالي من 4 حاجات اللي قلتهم. مفيش صحاب، اتيتيودي كويس جدا، مفيش شكوى، انا اللي بعلم نفسي وبتعلم من اللي ما بيعرفش اكتر من اللي بيعرف. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.